قبل ما تبدأ الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بدأت الحكاية في مصنع لتجهيز الفراخ في ولاية إلينوي. جوه المصنع واحدة من الفراخ اللي كانوا هيقطعوها علشان يعملوا منها ناجتس اتصابت بفيروس غريب ومجهول. والكارثة إن الدفعة دي اتبعتت على طول للمدرسة الابتدائية اللي في المنطقة. في نفس اليوم بنت اسمها شيل كانت منحوسة، أكلت واحدة من القطع المصابة بالفيروس ده. في الوقت ده كان داخل على المدرسة بطلنا كلينت، راجل من نيويورك، كان نفسه يبقى كاتب روايات بس فشل. حتى أمه كانت بتكره قصصه. وبعد ما ضاقت به السبل رجع لبلده الأصلية فورت تشيكن، واشتغل مدرس احتياطي في المدرسة القديمة اللي اتعلم فيها بس علشان يعيش وخلاص. أول ما وصل باب المدرسة جهله فرد الأمن الريك بيقوله بصوت واطي: معاك حاجة نظيفة؟ عايز اشتري شوية بودرة. كلينت اتصدم وقال له: يا عم أنا مدرس مش تاجر. المهم بعد ما خلص من ريك اكتشف إن عربيته اتقفلت بسبب مدرس التربية البدنية وايد، وزادها إن حد كتب له كلمة شتيمة على الإزاز الخلفي. بص حواليه لقى عيال بتصرخ وبتضرب بعض وبتشتم. المدرسة كانت شبه الإصلاحية مش مدرسة. دخل المكتب وقابل نائب المدير سيمز، راجل عجوز مؤمن إن العيال المفروض ترجع لأيام ما قبل الموبايلات والنت. صادر موبايل كلينت وقال له بفخر: المدرسة دي منطقة خالية من الموبايلات، لا مدرسين ولا طلبة. كلينت ضحك وقال له: مش محتاج الخريطة يا أستاذ، أنا كنت طالب هنا زمان. دخل بعد كده أوضة المدرسين ولقى هناك مجموعة غريبة جدا. المدرسة ريبيكا كانت لابسة زرار إنذار بيتصل بالبوليس لو حد لمسها. وايد مدرس الألعاب بيتصرف كأنه مهرج. ودوج مدرس التربية الجنسية مكسوف من ظله. وفي مدرس تاني اسمه تريسي، واضح إنه لسه مش عارف يواجه نفسه. كلينت باص حواليه، ما شافش حد يعجبه. راح على طول للوسي، حبه القديم من أيام المدرسة. اتكلموا شوية كلام دافئ وكان الجو هيبقى رومانسي، لكن فجأة دخل وايد وقطع اللحظة. اتكلموا عن رواية كلينت اللي بتحكي عن راجل بيشتري مركب مسكون، بس وايد سخر وقال له: يا راجل القصة دي مكتوبة قبل كده. بعد كده مشي وايد وخرجت لوسي مع كلينت للفصل. في الطريق قال لها: الوايد ده غلس قوي. ابتسمت وقالت له: هو خطيبي. كلينت وشه جامد من الإحراج. في الفصل بدأ ولد اسمه باتريوت وصاحبه دينك يتريقوا على شيل اللي وشها بدأ يطلع عليه حبوب غريبة. كلينت حاول يخلي الحصة لطيفة بس باتريوت فضل يعاكس. ولما كلينت نهره قال له الولد: لو لمستني هقول إنك بتحاول تتحرش بيا. كلينت اتنرفز بس كتم نفسه، وبالصدفة افتكر إن باتريوت ده هو نفس العيل اللي كتب الشتيمة على عربيته. المهم طلب من الطلبة يقروا معاه روايته. الولد الهادئ كالفن رفع ايده علشان يساعد، لكن باتريوت بدأ يتريق تاني على شيل ومد ايده يشدها من ضفايرها، بس المرة دي شد حتة من فروة راسها. شيل صرخت وقفزت عليه وعضته في وشه. كلينت جري علشان يفصلهم، لكن هي عضته كمان. طلعت تجري بره الفصل وهي بتزقر زي الحيوان. كلينت شال باتريوت اللي كان بينزف ووداه لمكتب الممرضة. في الوقت ده ريك فرد الأمن كان قاعد في عربيته بيتعاطى فطر مهلوس وعايش عالم تاني. في الفسحة كلينت رجع أوضة المدرسين وحكى للوسي اللي حصل. وفي نفس اللحظة دينك راح للشيل يسألها ليها عضت باتريوت، لكنها هجمت عليه وعضته هو كمان. الملعب كله بقى فوضى والعيال بتهاجم بعض. أما وايد فكان مشغول غيران من كلينت اللي بيتكلم مع لوسي. بعد شوية ريك شاف طفل مصاب بياكل والديه، فاتصل بنائب المدير السيمز، بس علشان كان مهلوس كلامه ما كانش مفهوم. نائب المدير قرر يروح يشوف بنفسه، وأول ما خرج هجمت عليه مجموعة من العيال المصابة ومزقوه. في نفس الوقت باتريوت اللي اتعض بقى وحشي ودخل مكتب المدير. في أوضة المدرسين ريبيكا كانت مرعوبة، دوست على زر الإنذار والكل بدأ يقفل المدرسة على العيال بره. لكن باتريوت جوه قطع أسلاك التليفونات كلها. بعدها جه الشريف ديف، وأول ما حاول يهدي طفل مصاب الولد عض صباعه وقطعه. هرب ديف للعربية بس لقى طفل مصاب مستخبي في الكرسي وراه، ودي كانت نهايته. المعلمين فهموا إن الشرطة مش هتنفع. وايد قرر ياخد الأمور في إيده، بس باتريوت نصب لهم كمين. كلينت وقع في إيده، لكن ريبيكا رشت الولد ببخاخ فلفل وخلصته منه. هربوا كلهم وراحوا ناحية عمق المدرسة
وقابلوا الولد كالفن اللي كان لسه سليم. خدوه معاهم وقفلوا نفسهم في فصل بس بره. باتريوت فتح بوابة المدرسة ودخل كل العيال المصابة. كالفن قال بخوف: دول كلهم عندهم فيروس الكوتيز. في الأول محدش صدقه، بس دوج المعلم بدأ يحلل الموقف وقال فعلا عنده حق. اتفقوا يستنوا لحد الساعة الثالثة لما الأهالي يجوا ياخدوا أولادهم، وساعتها هيطلبوا النجدة من فوق السطح. لكن وايد لاحظ إن على دراع كلينت خدش من العضة، فقفل عليه في أوضة حجر صحي. دوج راح يفحصه واكتشف إنه مصاب فعلا، بس إصابته مختلفة. عنده سخونية بس لسه عاقل ومش عنيف. دوج بعد ما فحص كلينت قال لباقي المدرسين: هو مصاب فعلا بس شكله مختلف عن العيال، يعني الفيروس ما أثرش عليه نفسهم. الكل اتوتر، بس لوسي قالت: مش هنسيبه، هو مش زومبي، هو معانا. وفجأة العيال المصابة بدأوا يخبطوا على باب الفصل بعنف. الأبواب كانت بتترج والأصوات بره مرعبة، صريخ وضحك مجنون. وايد بقى قال بسرعة: لازم نخرج من هنا قبل ما يكسروا الباب. فتحوا شباك صغير وطلعوا على الممر. المدرسة كانت بقت جحيم، الحيطان مليانة دم والعيال بتجري ورا أي حد سليم. دخلوا أوضة الاقتصاد المنزلي ولقوا بنت صغيرة قاعدة بتاكل لحمانية. ريبيكا حاولت تهديها، لكن البنت هجمت عليها فجأة. وايد خد طفاية حريق وضربها بيها وقال بصوت عالي: أنا آسف يا بنتي، بس كان لازم. كملوا جري لحد ما وصلوا لمطبخ المدرسة، وكان فيه أكل في كل مكان والعيال المصابة حوالين الأفران. دوغ قال: لو قدرنا نولع النار هنا ممكن نعمل انفجار ونهرب من الباب الخلفي. كلينت اللي كان لسه في أوضة الحجر سمع أصوات فوق، جمع شجاعته وقرر يخرج يساعدهم. كسر الباب برجله وبدأ يجري في الممرات. العيال كانوا حواليه في كل اتجاه، بس هو عرف يستخبى في مخزن المكن. هناك لقى ريك فرد الأمن، كان لسه عايش بس باين عليه مش طبيعي، بيضحك وبيقول: أنا شفت ألوان الطيف يا صاحبي. كلينت قال له: خليك معايا، لازم نخرج من هنا. رجع كلينت وانضم للمجموعة، ولما شافوه كلهم فرحوا، خصوصا لوسي. لكن وايد قال: استنى، هو مصاب. لوسي ردت بسرعة: بس لسه واعي، يعني في أمل نلاقي علاج. في اللحظة دي واحد من العيال فتح الباب الخلفي وبدأوا يدخلوا. المكان كله اتقلب. دوغ خد المقلاة وضرب بيها واحد. ريبيكا رمت بخاخ فلفل، ووايد مسك مطوات الدفاع عن النفس. أما كلينت فكان بيسحب لوسي بعيد عن النار. ولما النار اشتعلت في المطبخ حصل انفجار رهيب، المدرسة كلها اتملت دخان ونار. العيال المصابة اتحرقوا، لكن المجموعة قدرت تخرج بالعافية. طلعوا على الباركينج وكان الليل نازل. الهدوء غريب، بس بعيد شافوا عيال تانية جاية من الشارع ناحية المدرسة. قال وايد: العدوى انتشرت بره كمان. ركبوا عربية المدرسة القديمة. ريك هو اللي ساق، بس لأنه كان لسه مهلوس دخل في سور المدرسة بالعربية. نزلوا بسرعة والعربية ولعت، بس الحمد لله محدش مات. قرروا يكملوا ماشي على رجليهم ناحية المدينة، يدوروا على حد ممكن يساعدهم أو علاج للفيروس. في الطريق لقوا محطة بنزين مهجورة. دخلوا يرتاحوا شوية. جوه لقوا تلفزيون شغال لوحده، وفي الأخبار بيقولوا إن الفيروس انتشر في أكتر من ولاية، وإنه جاي من أكل الفراخ المصابة. كلينت بص على لوسي وقال: شايفة؟ دي مش نهاية المدرسة بس، دي نهاية العالم. ردت عليه بابتسامة حزينة وقالت: لسه في أمل طول ما فينا حد عاقل. وايد وقف عند الباب، مسك مضرب بيسبول وقال: يلا يا جماعة نتحرك، احنا آخر أمل باقي. وخرجوا وسط الليل والنار مولعة وراهم، وساعتها بدأ صوت الأطفال المصابة يتسمع من بعيد. ضحكهم العالي بيقرب